ليه مواقع الافلام والمسلسلات ما بتتقفلش رغم وجود بلاغات حقوق ملكيه كتير جدا؟ يعني انت لو جربت مثلا في يوم من الايام، واكيد عدى عليك وقت وجربت انك تعمل موقع مثلا بث مباشر لماتشات او مسلسلات في رمضان او افلام او انمي حتى، هتلاقي ان بسرعه جدا في خلال اقل من كام يوم كده جالك بلاغ طير الموقع خالص، شركة الاستضافة بتقفل الموقع. لكن على الجانب التاني هتلاقي عدد كبير من المواقع شغالة بقالها سنين وما بتتقفلش، رغم ان فعلا بيجي عليها بلاغات حقوق ملكية فكرية فعلا. والسبب في ده ببساطة ان في دولة شركات الاستضافة بتاعتها ما بتتأثرش او ما بتهتمش بحقوق الملكية الفكرية او ببلاغات حقوق الملكية الفكرية. والدولة دي هي أرض المرجوانة، هولندا. في هولندا أكتر من 70% من شركات الاستضافة ما بتهتمش بحقوق الملكية خالص، وبتقبل جميع أنواع المحتوى. أي نعم السعر بيبقى أغلى حاجة بسيطة من الاستضافات الأمريكية مثلا أو أي استضافة تانية، لكن هي بتوفر لك أمان كبير جدا. طبعا أنا ما بقولكش دلوقتي روح اعمل موقع مسلسلات عشان رمضان داخل وده ترند كبير ممكن تحقق منه دخل كويس، لكن بقولك إن الشركات دي هتبقى منلك بشكل عام، عشان حتى لو جالك بلاغ محتوى انت مش واخد بالك اصلا او على صورة، ودي حاجات بتحصل معانا كتير. يعني لو خايف من حقوق الملكية الفكرية فانت عارف انت هتروح فين. سلام.